الجزائر تقول لك افتحوا الحدود، هو افتح الحدود وهناك على بعد آلاف الكيلومترات ويقول افتحوا الحدود. ولو قلنا له طيب هات الجيش ونفتح لك الحدود وادخل انت، لن ياتي. لان هذا الكلام حدث مع علي عبد الله صالح، عملوا مع الرئيس مبارك، قال له افتح لي الحدود وانا الجيش اليمني وانا احرر فلسطين. تفضل تعال انا هوضح لك كل شيء واحدد لك وافتح لك وتفضل. لم ينطق. لابد من فتح الحدود مع الكيان الإسرائيلي. إذا فتحت لنا مجال للحدود مع إسرائيل على تزويدهم بالمقاتلين وبالمال وبالسلاح. الرئيس اليمن الرئيس علي عبد الله صالح، اما زي ما قال ادوني حته، لو انا عندي حته ارض جنبهم اقول له تعالى يا اخويا هديك حته ارض وهات الجيش بتاعك وحارب ووريني شطارتكم. لم يرد، لكن الكل بيطالب بان مصر لازم تاخد الفلسطينيين، كله بيطالب بذلك لان دي رغبه ترامب، فالكل يتسارع لتنفيذ رغبه ترامب. فالمصريين المفروض ان هم ينتبهوا، ثم ان هم بيطالبوا الجيش المصري بالحرب، والجيش هم قالوا ده جيش جمبري وجيش مكرونه لو تذكرون. طيب جيش مكرونه وجيش جمبري انت عايز منه ايه؟ شوف انت بقى الجيش اللي ليس جمبريا وليس مكروناتيا وتفضل انت حارب. احنا جيشنا على قدنا مكرونه وجمبري وهيدافع عننا على قدنا، احنا على قدنا. وجيش الرئيس مخصصه للجمبري والمكرونه، انت هاتوا الجيش المخصصه للقتال والجهاد وجهد. يلا ورونا.